السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن مباراة الزمالك وزد بكرة إن شاء الله في بطولة الدوري المصري دوري نايل، وخلاص في المراحل النهائية وفي الجولات النهائية للمرحلة الأولى من دوري نايل، الدوري اللي بيضم 21 فريق. الزمالك لعب 16 ماتش فاضل له 4، وزد لعب 17 ماتش فاضل له 3. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين الدوري فيه 21 فريق، فكل فريق في المرحلة الأولى بيلعب بس 20 ماتش، وبعدين بتخش على المرحلة التانية والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة حسم البطولة ومرحلة حسم الفرق اللي بتروح على الدرجة التانية الهبوط. يعني خلاص هو الدوري يعتبر قرب يخلص، لأن بمجرد انتهاء المرحلة الأولى الفرق مثلا اللي بتنافس على الدوري، يعني مثلا الزمالك فاضل له 4 ماتشات وبعدين بيخش في المرحلة النهائية، بيبقى المرحلة النهائية بتضم 7 فرق، فيبقى انت عندك 6 ماتشات، يبقى عندك 4 ماتشات دلوقتي فاضلين في المرحلة الأولى، وعندك 6 ماتشات في المرحلة التانية هتبقى بين الفرق اللي هم بيحتلوا من المركز الأول للمركز السابع. الزمالك في المركز التاني برصيد 34 نقطة، وأقل ماتش عن سيراميكا. يعني الزمالك لو كسب الماتش المؤجل هيبقى متصدر الدوري، وفريق زد يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة. المباراة هي مباراة نادي زد، المباراة على استاد القاهرة ملعب نادي زد. المباراة بتوقيت القاهرة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة. وهنا مكتوب 11:30 عشان ده بتوقيت يعني الإمارات وعمان، لكن الماتش بتوقيت مصر الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة. الزمالك الماتش اللي فات نجح الماتش اللي فات بأنه يفوز على استاد القاهرة على حرس الحدود 2-0. كان فوز صعب وجاء في وقت متأخر جدا بأقدام أو برأسية فتوح في الدقيقة 84 وبأقدام ناصر منسي في الدقيقة 90. وفريق نادي زد الماتش اللي فات كان اتعادل مع غزل المحلة في المحلة 0-0. فلو بصينا بصة كده سريعة على ماتشات نادي زد اللي فاتت، كان اتعادل مع المحلة 0-0 في الدوري، واتأهل في الكاس على حرس حدود ضربات الجزاء، وكان اتعادل مع المصري، وكان فاز على فاركو. فرقة زد من الفرق القوية جدا، ماتش مش هيبقى سهل أبدا أبدا. الزمالك حتى بعد زد عنده بيراميدز. الماتشات اللي فاضلة للزمالك، ال4 ماتشات اللي فاضلين للزمالك في المرحلة الأولى: زد بكرة إن شاء الله، ويوم الأحد بيراميدز، ويوم الجمعة 6 مارس مع الاتحاد السكندري في القاهرة، ويوم الأربعاء 11 مارس وده هيبقى آخر ماتش في المرحلة الأولى مع إنبي يوم الأربعاء 11 مارس. الزمالك فاضل له زد وبيراميدز والاتحاد وإنبي. الماتشين اللي جايين دول زد وبيراميدز ماتشين هيبقوا في غاية الصعوبة، ومحتاجين المكسب جدا 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 عشان نكمل في المنافسة على لقب الدوري، او على الاقل خالص نحسم المركز التاني عشان نقدر نشارك في دوري ابطال افريقيا السنة الجاية اللي احنا غايبين عنه حوالي 2 3 سنين. فمهم جدا ان انت لو ما قدرتش تاخد الدوري بظروفك دي على الاقل تخلص مركز تاني عشان تقدر تشارك في بطولة دوري ابطال افريقيا ان شاء الله السنة اللي جاية. بالنسبة لتشكيل نادي الزمالك المتوقع إن شاء الله لماتش زد بكرة، ده التشكيل اللي كان لعب بيه أو بدأ بيه كابتن معتمد جمال الماتش اللي فات ماتش حرس الحدود. بالنسبة لحراسة المرمى فبنسبة كبيرة جدا في الوقت اللي محمد صبحي كان اتصاب فيه، في الوقت اللي عواد كان بيتحقق معاه، المهدي سليمان هو اللي شارك في آخر 3 4 ماتشات وبصراحة مقدم أداء قوي جدا. كان صد انفراد في أول الماتش بتاع الحرس الماتش اللي فات، كرة زي دي او انفراد زي ده لو كان دخل في الزمالك كان هيصعب الماتش جدا، لكن بصراحة صده بجدارة كبيرة جدا. فأتمنى وأتوقع إن مهدي سليمان هيفضل مكمل في مكانه كحارس أساسي في الماتش زد إن شاء الله. باك يمين محمد إبراهيم اللي قدم الماتش اللي فات ماتش الحرس ماتش كويس جدا جدا جدا،
اتمنى استمرار محمد ابراهيم لانه بيقدم اداء افضل بكتير جدا عن عمر جابر. باك شمال بنتايج واللي كان عامل اسيست هدف فتوح، اتمنى واتوقع استمراره في المركز الشمال. الاتنين المساكين هم يعني من الاخر هنشوف ان شاء الله هو نفس الحارس ونفس خط الدفاع، محمد ابراهيم بنتايج وحسام عبد المجيد الونش. الماتش اللي فات كان محمد اسماعيل لعب وخرج بين الشوطين، كان لاعب مركز 6، كان من أسوأ اللعيبة بصراحة، هو باين جدا على التقييم، كان التقييم 6.1، كان أسوأ لاعب في الزمالك. خلاص يعني أنا شايف إن إحنا اعتمدنا عليه. كابتن معتمد جمال اعتمد على محمد اسماعيل في مركز 6 الفترة اللي فاتت عشان ما كانش فيه لعيبة وكان فيه إصابات كتير. لكن خلاص مع عودة أحمد ربيع، مع وجود محمد السيد، محمد شحاتة، عودة محمود جهاد، خلاص مش محتاجين ان احنا نعتمد خلاص على محمد اسماعيل في رقم 6 تاني. اي نعم هو اللاعب رجله وكورته كويسة ودماغه حلوة ولعيب وكل حاجة، لكن بيزودها احيانا وبيعمل حاجات مش بتاعته وبيبقى وحش جدا 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 للأسف. فأتمنى ان خلاص بقى كفاية على محمد اسماعيل كده، يعني يقعد بقى يبقى بديل لعبد المجيد والونش، اي واحد فيهم هيخيب محمد اسماعيل يبقى موجود على طول يبدأ مكانه. لكن رقم 6 تبدأ بقى تلعب بأحمد ربيع. أحمد ربيع راجع من الإصابة بقاله فترة ولعب كبديل آخر كام ماتش، ممكن جدا تعتمد عليه كأساسي في مركز 6، وجنبه يبقى محمد شحاتة أو محمد السيد، أو ممكن تلعب بشحاتة ومحمد السيد في نص الملعب. قدامهم هو كان بيلعب بعبد الله السعيد الماتش اللي فات، بس أنا أتمنى إن عبد الله السعيد ما يبدأش الماتش أو ما يبدأش الماتشات بصفة عامة. يعني عبد الله السعيد لو نزل في الدقيقة 55 نزل بين الشوطين هيعمل فرق كبير جدا معانا في اخر نص ساعة. المهم انت بتنهي الماتشات ازاي. عبد الله السعيد ينهي الماتش معاك افضل بكتير جدا من ان هو يبداه. كلنا عارفين عبد الله السعيد عدى ال 40 سنة ما يقدرش يلعب 90 دقيقة، فانت لازم تستغله، لانك لو بدأت بيه الماتش غالبا هيهنج منك على الدقيقة 60 وهتضطر ان انت تخرجه زي ما حصل الماتش اللي فات. لا، الاحسن انت ممكن تبدأ مثلا احمد ربيع رقم 6 وجنبه محمد شحاتة، وممكن تلعب محمد السيد رقم 10 او بتزيرة هو رقم 10. المهم تخلي عبد الله السعيد على الدكة وتنزله بين الشوطين لو احتاجته بدري، او تنزله في الدقيقة 60 65 يديك نص ساعة بجودة عبد الله السعيد تفرق معاك جدا الشوط التاني. ده اللي انا اتمناه يعني. اتمنى يبقى احمد ربيع، محمد شحاتة، محمد السيد او بتزيرة، وطبعا اللعيبة اللي ما نقدرش نستغنى عنها ناصر منسي وعدي الدباغ. ويبقى عندك بقى على الدكة لعيب زي أحمد شريف، سيف الجزيري. لو بدأت بتزيرة يبقى محمد سيد موجود بره، في أكتر من لعيب يبقى موجود بره. في لعيب مهم جدا 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 نبدأ نعتمد عليه الفترة الجاية نص ملعب، هو أحمد فتوح. أحمد فتوح خلاص أتمنى إن هو يبعد عن الباك الشمال. خلاص أنت عندك بنتايج والبديل بتاعه أحمد خضري. أتمنى فتوح الفترة الجاية يكون موجود في نص الملعب. أحمد فتوح يقدر جدا يلعب مركز 8 10/10 زي ما شفنا الماتش اللي فات، نزل قلب الماتش الشوط التاني. أتمنى كابتن معتمد جمال يستمر في الاعتماد عليه في نص الملعب وليس باك شمال. يفرق جدا في الحريف جدا، يقدر يصنع لعب، يقدر يسدد، يقدر يكمل في ال 18 ويسجل زي ما عمل الماتش اللي فات، يقدر يطلعك بالكرة من تحت. أحمد فتوح موهبة كبيرة جدا نقدر نستغلها أفضل استغلال في نص الملعب مش في الباك الشمال، في نص الملعب. ممكن جدا نلاقي فتوح بيبدأ بكرة مفيش أي مشكلة جنب محمد شحاتة. كلها حلول واحدة واحدة. اللعيبة المصابة بترجع تبدأ ترجع والفرقة بتبدأ يعني تزيد تماسك وقوة بإذن الله. كل التوفيق للزمالك بكرة إن شاء الله نقدر نكسب 3 نقط مهمين جدا. ماتش صعب جدا، فريق زد فريق قوي جدا جدا جدا. لو بصينا على تشكيلة فريق زد الماتش اللي فات، تشكيل زد كان مكون من لطفي في حراسة المرمى، بكري، ربيعة، محمود صابر، سعد ميسي، واحمد عاطف وميسي. عندهم 2 ميسي يا جدعان، ده احنا نقلق بقى. عندهم محمد مصطفى سعد ميسي واحمد ميسي.
عندهم 2 ميسي. لا فريق قوي، فريق زد فريق قوي. ماتش مش سهل ابدا ابدا بكره، ماتش صعب جدا جدا جدا. كل التوفيق ان شاء الله للزمالك والكابتن معتمد جمال، باذن الله باذن الله نحقق الثلاث نقط. الثلاث نقط هيبقوا مهمين جدا 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 في مشوار المنافسه على اللقب.